وبيبدأ ملخصنا وبييجوا الحراس يطلعوه برا، بس هو بيهرب منهم، وتروح بنته التالتة سحبها على السلم، وبتطلع أصلا ما كانتش في أمريكا ولا حاجة، دي كانت شغالة في شركته، وبتقوله انت اللي سربت الخبر للصحافة، انت هتضيعلي فرصة انتقامي. وبتطلع بقى تشوف أبوها، بس بتعرف إن اللي عمل كده هما سونج وكيم، فبتنشر بين الموظفين إن اللي عمل كده يا سونج يا كيونج، بس الرئيس هيتحمل المسؤولية عنها. وبيطلع إن سونج وكيونج هما اللي سربوا الخبر أصلا للصحافة عشان يهزقوها في أبوهم أكتر، وبيبقوا خدوا موبايل جون ومسحوا الفيديو ورموا التليفون، وبيرجعوا لجون يقولوله يا حرام، ازاي بابا يعمل فيك كده ويسيبك ويمشي، احنا لازم نعوضك ونجيب لك حقك كمان. فبيقول لهم انه عارف انهم هم اللي كانوا في العربية، فبيروح حابسينه في الأوضة، وبيروحوا الشركة عشان الناس عاملة احتجاج قدامها إن الرئيس كانج بيشيل الليلة دي مكان حد من عياله. فبتروح كيونج قايلة إن كل اللي حصل كان بناء على أوامر الرئيس، وبتقول لأخوها أبوك مش لازم يفوق، وعشان كده هي ودته المستشفى اللي كنت شغال فيها عشان يعمل اللي هتقوله له بالظبط. وبيروح بقى الرئيس كانج خارج من باب سري، ما هو اللي بنى الفيلا أصلا، وبياخد تاكسي وعلى الشركة على طول. بس جانجي اللي مسؤول عن العربية بيطلع يقول إن الرئيس هو اللي كان سايق العربية ساعتها ورجع بيها مخبوطة. وبيروح الشركة بيلاقي الناس بتتكلم عليه وإن السعر السهم عمال ينزل، وهما بيبقوا عاملين اجتماع مجلس إدارة عشان يعزلوا أبوهم من منصبه عشان السهم ما ينزلش أكتر من كده. بس واحد بيدخل يقول لهم إن جون عامل مؤتمر صحفي، فبيجروا بسرعة عشان يوقفوه، بس هو بيقول إنه الضحية في الحادث اللي حصل ده، وإنه شاف اللي خبطه وهو الرئيس كانج، وبيبقى عمل كده عشان يحافظ على الشركة والأسهم. وبيخلص وبيمشي بسرعة، والمساعد ليه بيشوف بنك، فبتقوله ما يقولش لأبوها إنها متدربة في شركته. والرئيس كانج بقى بيروح شقة جون بيلاقيها على السطح، وبيفتح الباب بآخر كام رقم من بطاقة جون. يا سلام على الإبداع. وبيدخل يتفرج بقى على الشقة الصغيرة اللي عمر ما جت في دماغه إنه يدخل مكان زيها. وأول ما بيشوف صرصار بيجري بسرعة على الشارع، مستحيل أقعد فيها. وبيبقى الدكتور داخل يخلص على حماه، بس بيتفاجئ بمرات الرئيس في وشه، فبياخدها يروح. والرئيس كانج بيروح المستشفى عشان ياخد عصايته، بس سونج وكيونج بيدخلوا فبيستخبى، وهما بيبقوا جايين عشان يخلصوا عليه، بس بيلاقوه فاق. فكيونج بتكتم نفسه بالمخدة، وده الناحية التانية كأنه هو اللي بيتخنق، بس بيدوس على الإنذار فبيهربوا بسرعة. والرئيس كانج بيخرج، وبتبقى بنج جاية تشوف أبوها، والدكتور بيقول إنها سكتة دماغية وجهزوا نفسكم للأسوأ من كده. وبيبقى هو متضايق إنه شاف عياله بيعملوا فيه كده، وبيلاقي الشيك اللي اداه جون في جيبه، وبيفتكر إنه قاله إن الكرة عنده مش فلوسه بس، لكن هي كل حياته زي الشركة كده بالنسبة له، وكتب في الشيك عايز الشركة. وبيروح بقى يقابل سونج وكيو وبيقول لهم إنه عايز يتعين في الشركة، فطبعا بيوافقوا وبيعينوه، والصحافة بتكتب عن إنه تعين في الشركة، وهما بيشيلوا كل حاجة متعلقة بالرئيس كانج من الشركة. وهو بيشوف المساعد ليه واللي بيبقى مش طايقه، وبيقوله قريب هتبقى في صفي عشان نحمي الشركة. وبيروح بقى فريق الموارد التجارية واللي فيه أصلا مش طايقينه لأنه لاعب كرة وملهوش في الشغل ومحدش عايز يدربه، وبيبقى ده الفريق اللي بنج متدربة فيه، فبتقول إنها هي اللي هتدربه، وبتاخده بره وبتقوله انت فاكر نفسك رئيس مجلس الإدارة ولا ايه طريقة كلامك دي؟ وبعدين انت ما بتنحنيش للأعلى ليه؟ وبيطلع أصلا ما بيعرفش يستخدم الإكسل حتى ولا يعمل عرض تقديمي. فبتقوله دي الواسطة بقى، فبيقول لها ما تتكلميش انت يا بنت رئيس مجلس الإدارة، فبتروح واخداها على السلم وبتقوله ما تجيبش سيرة اسمي الحقيقي، اسمي هو كيسي، وما تقولش أنا بنت مين عشان ما زعلكش ماشي. فبيرجع بقى وبيسأل مدير الفريق هي كيسي شاطرة؟ فبيقوله هي نجحت بالعافية في المقابلة عشان بس بتتكلم 6 لغات، بس دايما بتساعد زمايلها وبتنسخ الورق وبتجيب لكل واحد القهوة بتاعته، دي حاجة بتحضر عشاء الفرق كلها وبتاكل مع الحراس وعمال النظافة وقريبة من كل الناس، فتعلم بقى تبقى زيها. فبيروح مزعق فيه هو المتدرب ده خادم عندكم ولا ايه عشان تعملوا كده؟ ايه الفوضى دي؟
وهو بينقل بقى شوية ملفات محدش يقدر يوصل لهم غيره، وبيروح بقى المكتب بعد ما بياخد العصاية بتاعته وبيدخل الأوضة السرية بتاعته، ياخد منها بقى سبايك على فلوس على الكارت VIP، وبتبقى كيسي رايحة عشا فريق تاني عشان تجمع معلومات، وبتعرف إنهم مقالولهاش على أسامي 3 شركات معينة وهي بتعمل عرض تقديمي. والرئيس كينج بقى بيستحمى وبياخد راحته خالص في الفندق، ما هو بفلوسه بقى، وبيجهز نفسه عشان يروح المستشفى، وبيخلص ملخص نادي. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.